الإسعافات الأولية يصير اسمه مشاة، وغير الإنسان يصير اسمه مشاة. يخضع التدريب، يخضع تدريب معين، الإجراء الأولي يقدر للمشاة. كان بسيط قبل ما نبلش الإسعافات، مثلا واحد مجرد كيلو. هذا بلاستيك، هذا كيسيرو. دور الطوارئ حالات إسعافية مبدئية كقياس حرارة، ضغط، تبريد الجروح، يعني الإسعافات الأولية نحن بساحة حرب، يعني لأي إصابة لأي تعرض نكون جاهزين، عندنا الخبرة التامة مبدئية، يعني لبين ما أي حدا لا سمح الله نوصل المكان المطلوب أو المشفى المطلوب. طبعا أخذنا بعض المعلومات من الدكتور حاليا. الدورة لمدة يومين. نحن كمدنيين المؤسسات المدنية يعني قبل الكارثة يعني نتعرض للقصف بشكل يومي. نحن مدعين نعمل الإسعافات الأولية لبين ما نوصل المريض أو نرسل للمكان المطلوب، حسب الخبرة اللي عم ناخذها أو نكتسبها نقدمها للمصاب أو للمريض. لأنه المخبر إنه عندنا تدريب على السلاح و يعني تدريب كحماية أنفسنا من أي عدوان، من أي خلية، من أي حدا، يعني حماية أنفسنا وحماية أهالينا وزملائنا بشكل عام. يعني مطلوب منا أن نتعلم ونكتسب، لأنه الإسعافات الأولية أو التدريب اللي رح ناخده رح نستفيد منه كأنفسنا، يعني كحماية حالنا بأي شكل من الأشكال. القصف بشكل يومي مستمر، بس مستعدين وصامدين وباقين. يعني وين بدنا نروح؟ يعني أكيد بدنا نضل مقاومة. بشكل عام بدي أوجه كلمة للرأي العام، إنه يعني ما يضل يسمح لأردوغان بهالقصف والاحتلال وهالتهديدات اللي بشكل عام على مناطقنا. يعني كنازحين نحن من مناطق راس العين وهسه نازحين بتل تمر، بنتمنى انه يعني وين بدنا نتهجر مرة ثانية. يعني اتمنى انه هالعدوان التركي يتوقف، يحط له حد من الجهات المعنية للمنظمات الإنسانية، لأي جهة معنية، نتوقف أردوغان عن هالقصف والاحتلال اللي عم يوجهه لنا.